إلهي وربي كرمكم كرم. أنا أردت أن أتداخل في تفضل. مسألة إرث الزهراء صلوات ربي وسلامه عليها. الزهراء لم تطلب فقط الإرث، نعم. طلبت مما أفاء الله عليه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر. يعني طلبت ب5 أمور، لم تطلب فقط أمرا واحد. فدك كانت نحلة وليست بإرث. ثانيا مسألة الإرث حرمها منها أبا بكر، وشهد عليها عائشة وحفص ومعهم شخص آخر للأمانة نسيت الاسم. ثم بعد ذلك في عهد حكم عثمان بن عفان ذهبت عائشة التي شهدت على السيدة الزهراء صلوات ربي وسلامه عليها بأنها لا ترث أباها طالبت بميراثها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف تطلب بالميراث والنبي لا يورث؟ هيورث زوجاته ولا يورث ابنته؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، يقولون أن الأنبياء يورثون العلم والنبوة. أين علم الزهراء عندما طالبت بشيء ليس بملك الله أو ليس من حقها؟ ألا تعلم الزهراء صلوات ربي وسلامه عليها إن كان أباها يورث أم لا؟ وإن كانت تعلم أنه لا يورث، فكيف تطالب الزهراء صلوات الله عليها وهي سيدة نساء أهل الجنة بما ليس لها فيه حق؟ تطلب باطلا. كيف؟ أحد يفهمنا. إما واحد من اثنين هنا، إما أبا بكر افترى على الله وعلى نبيه وعلى الزهراء صلوات ربي وسلامه عليها، إما أن الزهراء تطلب ما ليس لها فيه حق وهي تعلم، لأن الله سبحانه وتعالى قال ألا الأنبياء يورثون العلم كما قلتم أنتم. فكيف لها أن ترث العلم وهي تعلم أنها لا تورث ثم تذهب تطلب بما ليس لها فيه حق؟ أتمنى أي أحد من إخواننا أهل السنة جاوبنا على هذه الأسئلة.